باربع مكونات وموجودين في كل بيت. الفراخ بتاعتنا هتبيض بيضتين في اليوم، زيادة في انتاج البيض غير طبيعية. وكمان هنعمل علفة هتخلي الدنيا تمطر علينا بيض بمكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حباب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو تنسوا الصلاة على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض روتين سهل وبسيط، وهنعرف مع بعض أربع مكونات هيخلي الفراخ بتاعتك تبيض بيضتين في اليوم. وكمان هنعمل للفراخ علفة قوية جدا في زيادة إنتاج البيض وزيادة الوزن. ونشوف مع بعض الإنتاج اليومي بتاع الفراخ بتاعتي. عارفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات السريعة في زيادة انتاج البيض. الفراخ بتاعتك هتبيض بيضتين زي ما قلت لك في اليوم. العلفة دي خطيرة جدا في زيادة وزن البيض، هتخلي الفراخ تبيض من عمر 4 شهور. ولو عندك فراخ قطع فالعلفة دي مفيدة جدا ليها بحاجات بسيطة وبتفيد مننا، وساعات بنرميها. هنزود أرباحنا وهنوفر وقت وهنوفر مجهود في تربية الفراخ البلدي. عارفة اللي هنعملها النهاردة يا حبايب قلبي فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم والأملاح المعدنية المفيدة جدا للفراخ بتاعتنا، وكمان بتقتل الديدان من بطن الفراخ بتاعتنا. الخلطة دي او العلفة اللي احنا هنعملها النهاردة دي مفيدة بشكل كبير جدا للفراخ البلدي لزيادة انتاج البيض، هتخلي الدنيا تمطر عليك بيض. تعالوا بينا نشوف الانتاج اليومي بتاعي، وبعد كده هنرجع للعلفات والمشروب اللي احنا هنعمله النهاردة والاربع المكونات اللي معانا. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كده ده الانتاج اليومي بتاع الفراخ بتاعتي. 16 بيضة وعندي 16 فرخة. بسم الله ما شاء الله. الفراخ بتاعتي بتبيض كل يوم بسم الله ما شاء الله، ولا بتقطع ولا بجررها اي حاجة، لان انا بدي للفراخ بتاعتي وجبات غذائية متكاملة، ودي اهم حاجة اللي احنا نديها للفراخ. اللي الفراخ بتاعتنا تاخد كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات. الحاجات دي بتبقى مفيدة جدا للفراخ بتاعتنا. تعالوا بقى نعرف يا حبايب قلبي العلفة اللي احنا هنعملها مع بعض. اول حاجة جبت علف نامي تركيز 23%، وحطيت عليه عيش مجفف، وجبت معلقة كبيرة من الكركم ومعلقة كبيرة من حبة البركة. الكركم ده سريع جدا في زيادة الانتاج البيض، والكركم ده يعتبر صيدلية متكاملة لانه بيعالج امراض متعددة. حبة البركة صاروخ في زيادة انتاج البيض، هتخلي الفراخ بتاعتك تبيض لك بيضتين في اليوم. اما بقى ده الخل يا حبايب قلبي مفيد بشكل رهيب جدا للفراخ بتاعتنا، مضاد للسموم، لان العلف بيبقى السموم عالية فيه شوية في فصل الصيف. وكمان الخل يا حبايب قلبي ليه فوائد رهيبة جدا في انتاج البيض بتاع الفراخ بتاعتنا، ليه فوائد رهيبة. الاربع مكونات بتوعنا النهاردة الكركم وحبة البركة والخل والشعير. الاربع مكونات دول لهم فوائد غير طبيعية في زيادة انتاج البيض، وليهم يعني بسم الله ما شاء الله. جربت المكونات دي وحطيتوها للفراخ هتلاقوا من الفراخ بسم الله ما شاء الله حاجة تانية. لو الفراخ بتاعتك قطعة، او بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتك عمرها 4 شهور ولسه ما بيضتش، او عمرها يعني 5 شهور ولسه ما بيضتش، عندي الفراخ بسم الله ما شاء الله بتبيض من عمر 4 شهور. العلفة اللي احنا عملناها النهاردة علف نامي ويعيش مجفف، وعليه حبايب قلبي معلقه كبيره من الكركم ونص معلقه من حبه البركه. هنقلبهم كويس جدا وهنحطهم للفراخ بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله العلفه دي خطيره جدا في زياده الوزن. حطيت معلقه كبيره من الخل على حله الميه. اهم حاجه ان احنا ما نكترش الخل، بس يعني احنا لو بنحط سقايه، لو بنحط الميه الفراخ بتاعتنا في سقايه او في حله صغيره شويه عن اللي انا حاطه فيها، فنحط نص معلقه بس، ما نكترش من الخل. الخل ده مضاد للسموم، وكمان يا حبايب قلبي سريع جدا في زياده انتاج البيض. بسم الله ما شاء الله. لو جربتم الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو ده، الكركم وحبه البركه والشعير والخل، بسم الله ما شاء الله هتلاقوا الدنيا مطرت عليكم بيض. الاربع مكونات دول موجودين في كل بيض، سريعين جدا في زياده انتاج البيض. العلفه اللي انا عملتها النهارده دي فيها كميات عالية جدا من الفيتامينات والبروتينات والأملاح المعدنية. لو عايزين حبايب قلبي نحط البط بتاعنا او الفراخ بتاعتنا عيش، فما نحطوش مبلول، لان العيش المبلول بيعمل ديدان في قلب الفراخ بتاعتنا، فما نحطوش مبلول. هنجففه في الحر اللي احنا فيه ده
يعني 10 دقايق وهتلاقي العيش نشف وبسم الله ما شاء الله عليه. فما نحطش يا حبايب قلبي للفراخ بتاعتنا اللي بتبيض عيش مبلول او نحط على العيش ميه، لان العيش المبلول ده زي ما قلت لكم بيعمل ديدان في قلب الفراخ بتاعتنا، والديدان دي اللي ما بتخليش الفراخ تبيض. الاربع مكونات دول فيهم فوائد رهيبه جدا للفراخ البلدي وللبط، وكمان يا حباب قلبي بيزود حجم البيضه كده، وتتلاقي البيضه كده كبيره بتاعه البط، فيطلع البطه اللي فيها او الكتكوت اللي فيها بسم الله ما شاء الله كبير جدا. وكمان بيزود من نسبه الخصوبه بنسبه عاليه جدا يا حباب قلبي. الاربع مكونات دول رهيبين جدا في زياده انتاج البيض، لهم فوائد رهيبه جدا للفراخ بتاعتنا. والعلفة اللي احنا عملناها النهاردة زي ما قلت لكم فيها فيتامينات عالية جدا وكالسيوم، وسريعة جدا في زيادة الوزن بسم الله ما شاء الله. يعني لو الديوك كده، لو احنا بنربي الديوك علشان نبيعها، فالعلفة دي برضو سريعة جدا في زيادة الوزن، هتوصل الديوك معانا لأوزان رهيبة. العلفة اللي عملناها النهاردة دي مش بس بتزود من انتاج البيض، ده بتزود من الوزن وبتوصل لاوزان خيالية جدا في خلال وقت قصير جدا. مفيدة دي جدا لو احنا يعني بنربي الديوك وبنبيعها، فبسم الله ما شاء الله هتوصل معانا الديوك لاوزان رهيبة في خلال وقت قصير جدا، وكمان زيادة في انتاج البيض، لان العلفة اللي احنا عملناها النهاردة دي كلها فيتامينات وبروتينات وكالسيوم واملاح معدنية والياف، وفيها كميات غذائية عالية جدا مفيدة بشكل كبير جدا للطيور بتاعتنا سواء للبط او للفراخ البلدي. الكركم اللي احنا حطيناه في العلفة ده يعتبر صيدلية متكاملة، فيه فوائد رهيبة جدا وكمان بيزود من انتاج البيض. حبة البركة ودي رهيبة جدا في زيادة انتاج البيض. الشعير وده بيدي زيادة وزن غير طبيعية وكمان زيادة انتاج البيض للفراخ البلدي بتاعتنا. خلي وده مضاد للسموم، لان العلف بتبقى السموم عالية فيه شوية في فصل الصيف، فده بيطرد السموم في الجسم بتاع البط بتاعنا او في بتاع الطيور بتاعتنا. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده، ولا استفدتوا ما تنسوش تحطوا لايك علشان الفيديو ينتشر ويوصل ناس كتيرة جدا. ومع السلامة.